السلام عليكم. شاورما اللحم المصري بأسهل طريقة ممكن تجربيها، سهلة وسريعة جدا جدا. طعمها أضمنهولك يعني 10 على 10، أحسن من اللي بتجيبيها من بره، مش هقولك زيها. يعني انت هتحسي ان انت قاعده تاكلي في مطعم. الكميه طبعا اللهم بارك ممتازه جدا جدا، عشان الكميه بتاعتها حلوه. هقولك على شويه اضافات تزود لك كمان الكميه يعني. لو انت عندك زي حالاتي كده بس نص كيلو من اللحمه، تمام. شايفين الجمال؟ وحياه ربنا احسن في الطعم من بتاعه بره مليون في الميه، يعني مش بس 100% يعني. طعمها خطير وريحتها خطيره، يعني كانت الاولاد شماها من بره من قبل ما يدخلوا من البيت، وهم قالوا لي ايه الريحه التحفه دي يا ماما. ما قدرتش طبعا اقاوم السندوتش وكلت على طول. شايفين الجمال؟ شايفين؟ تحفه جدا جدا. حطوا لي اللايك واشتركوا في القناه لو كنتم لسه ما اشتركتوش. المكونات بتاعتي سهله جدا. ميه بصل، وهتنزلي بنص كوبايه من الزبادي، وهتنزلي بشويه من الزيت، واربع معالق خل، وعصره ليمونه. يعني قولي ليمونه كامله وعصريها يعني، تمام. وبعد كده هقولك على التوابل، بس خلينا واحده واحده. الزبادي مهم جدا عشان بيخلي اللحمه كده تبقى يعني طريه معاكي، فاهماني؟ شويه زيت حوالي 4 معالق برضو، وزي ما قلنا 4 معالق من الخل، والليمونه كامله. السكر طبعا انزلي بنص معلقه صغيره من السكر عشان تسوي معاكي على طول. التوابل بتاعتي: ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ونص ربع معلقه من الجنزبيل، والملح بتاعنا طبعا، تمام. بس. وبهارات لحمه نسيت اقول، بهارات اللحمه مهمه جدا جدا. معلقه الطحينه دي بتنقلها لك في حته تانية، خلي بالك ركزي معايا عشان كل شويه هديكي سر كده. ال- الطحينه تحفه جدا جدا في التتبيله بتاعه الايه، اللحمه، الشاورما اللحمه. قلبتها بقى كويس، وده الملح يا جماعه عشان كنت نسيت احطه، بس انا قلته لكم في الاول عشان انتم ما تنسوش. نزلت باللحمه. اللحمه لونها عامل كده عشان غسلتها بدقيق، بس مش اكتر من كده. سبتها بقى كده ايه على جنب ساعتين تلاتة. طب لو انا مثلا مستعجله، ما تسيبيهاش وانزلي بيها على طول، سيبيها بس ربع ساعه كده ولا حاجه. متاكده يا نوجه؟ ايوه متاكده زي اسمي، لان انا جربتها اكتر من مره. لما بتقعد بتفرق شويه في التسويه، بتبقى اسهل يعني. معايا طاسه بقى على النار، حطيت فيها شويه زيت ونزلت بيها بشويه دهن. الدهن ده اساسي جدا، هينقلها لك في حته تانية خالص. النار عاليه زي ما انت شايفه، نزلت بشويه بس من اللحمه، وبعد كده هسيبها تنشف شويه من الميه اللي فيها، مش عايزاها اصلا تنزل ميه، تمام. وبعد كده بعد ما تتحمر شويه دول هزقهم على جنب وانزل شويه غيرهم. وبعد كده هتزودي بقى شويه ميه وتفضلي، انا بس عايزاها عشان تاخد تحميره يعني. ما نزلتي بكله مره واحده ونسيتي عادي، مش مشكله، مش هيأثر في الطعم. كل القصه انه هيخلي لونها بس فاتح شويه، لكن مش هيأثر في الطعم. كل شويه تنزلي شويه ميه لحد ما اللحمه بتاعتك تستوي، وبعد كده هقولك هنعمل ايه. معايا بقى سلطه الطحينه، عباره عن طحينه ونزلت عليها بشويه من 4 مثلا معالق من الخل، وبعد 3 معالق من الخل، وبعد كده نزلت عليها. قلبت الخل فتقلت، نزلت بميه سخنه، لازم ميه سخنه وخليها تقيله. قلبتها كويس جدا، حطيت معلقه زبادي، فص ثوم، فلفل اسود، وشطه وملح بس، وسبتها على جنب. الحاجات اللي احنا هنقطعها دي هي اللي هنحطها على الشاورما. طبعا هتزود جدا حجمها، فهتكفي عيله بسم الله ما شاء الله. هتكفي عيله كبيره، بس يعني نص كيلو بس هيكفي عيله كبيره، لان شايفين هو الكميه مش كتير، لكن لما تنزلي بالاضافات بتاعتك بتبقى كويسه جدا. معايا فلفل، لو مش عايزه تحطي الفلفل تمام. ومعايا طماطم، بس انا نسيت اوريها لكم. قطعي الطماطم صغيره على قد ما تقدري. انا خلاص اللحمه بتاعتي استوت، نزلت بالبصل، نزلت بالفلفل، نزلت بالطماطم، وبالظبط بالظبط 3 دقايق. دبلوا حاجه بسيطه جدا عشان ما يقرمشوش تحت سنيني، دبلوا حاجه بسيطه جدا 3 دقايق بالظبط. طفيت النار، وحطيت الكزبره بتاعتي زي ما انتم شايفين، قصدي البقدونس. حطيها كده في الصوص بتاعك، حطيها كده في الشاورما عشان الساندوتش يبقى غني يعني. وحطيت بقى الطحينه، شايفين الطحينه تقيله ازاي مش خفيفه. ونزلت بقى بالساندوتش المتين بتاعي. يعني خليه مليان كده عشان الحشوه لما بتبقى كتير في الساندوتش بيفرق في الطعم، بيبقى شبه بتاع بره بالظبط. لو انتم موجودين معايا لحد دلوقتي، اوعوا تنسوا تحطوا لي اللايك. شايفين شكل الساندوتش عامل ازاي؟ خطير يا ولاد. لو احنا ما قلناش لاولادنا ان احنا عاملينه وقلت لهم اللي احنا جايبينه من بره، هيصدقوا لان طعمها خطير. اعملي بس الحركه اللي انا بوريها لك دي، الصوص فعلا بينقل الساندوتش في حته تانية خالص.
بهارات اللحمه من اهم الحاجات اللي مطلوبه وعلى فكره نسيت اقول لكم ان انا حطيت فص توم واحد بس في اللحمه بتاعتي. شايفين الجمال؟ وحياة ربنا تحفة تحفة تحفة، طعم وشكل. لو عندك عزومة، لو عندك عشوة جت على، يعني عشوة خفيفة سريعة، لو حتى انت مش متبلاها زي ما قلت لك هتنفع وهيبقى طعمها زي الفل. ما تصعبيش الدنيا على نفسك، الدنيا سهلة. اهم حاجة تكون التتبيلة بتاعتك حلوة ومظبوطة. ودوقي التوابل بتاعتك، لانك ممكن تكوني عاملة كمية اكبر من كمية اللحمة اللي انا عاملاها، ولو احتاجت توابل تاني زود لها. انا حطيت نص معلقه من كل حاجه، قصدي معلقه من كل حاجه ما عدا الجنزبيل، هو ربع معلقه. الملح بتاعك حسب الرغبه زي ما قلت لك. شايفين الجمال؟ يا نهار ابيض يا جماعه، يا نهار ابيض على الجمال. على فكره عشان مقطعه اللحمه رفيعه جدا فاستوت معايا وما خدتش وقت، مع انها مش من وش الفخده ولا هي اي حته لحمه لقيتها عندي. تمام. ولو قطعتي معايا على اللحمه حتت السمين اللي هتلاقيها في اللحمه هتخليها لك تحفه برضو. قطعي اللحمه باللي فيها، ما عدا طبعا لو حته يعني حاجه كده ملهاش لازمه، لا. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.